تعالوا بقى نروح لموضوع صفقات نادي الزمالك واخر التطورات في ملف الصفقات في نادي الزمالك. الحمد لله اول ناس انفرضوا هنا من نفس المكان بموضوع جون إيبوكا من حوالي شهر ونص، ومفاوضات الزمالك مع جون إيبوكا اللي بالمناسبه فشلت طبعا بعد رحيل اللاعب الى اهلي طرابلس الليبي من صفوف سيراميكا كليوباترا. الزمالك دلوقتي وزي ما قلت لحضراتكم هدفه الاساسي والرئيس هو ضم 3 صفقات، بخلاف عودة محمود شبانة الذي انضم الى نادي الزمالك وانضم لتدريبات نادي الزمالك واللاعب متواجد الان داخل نادي الزمالك. وبخلاف ايضا الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي في وفد من نادي الزمالك برئاسة صديقي المحترم اللواء هاني عبادة حاليا يتواجد داخل محافظة الإسكندرية وتحديدا داخل نادي الاتحاد السكندري لعقد اجتماع هام مع مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصلحي لقطع إعارة محمود علاء ورد المستحقات لنادي الاتحاد السكندري اللي دفعها لمحمود علاء. يبقى بخلاف محمود شبانة ومحمود علاء اللي هو قيد العودة لسه ما تمش حسم مسألة عودته، وأعتقد أن الأستاذ محمد مصلحي مش هيوافق، لأن لما كلمنا الناس في الاتحاد السكندري قال لك الإعارة وعقد الإعارة الخاص بمحمود علاء ما فيهوش بند قطع الإعارة لصالح نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي. الزمالك دلوقتي بيتحرك عشان يضم 3 صفقات جديدة. الصفقة الأولى اللي خلاص بتنتهي وبيتم وضع الرتوش الأخيرة وتجهيز الشيك المالي هي صفقة ناصر منسي. صفقة ناصر منسي العرض الذي تم الاتفاق عليه من قبل الزمالك وإدارة البنك الأهلي هو التعاقد مع ناصر منسي مقابل 20 مليون جنيه بس. لا مش بس، مقابل 20 مليون جنيه بلس بيع أسامة فيصل بيع نهائي ضمن الصفقة وتجديد إعارة حمدي علاء لاعب الوسط لمدة موسم إضافي. ده العرض اللي تم الاتفاق عليه من قبل إدارة نادي الزمالك وإدارة البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار. الفترة المقبلة أو الساعات القليلة المقبلة هتشهد إن الزمالك بيحول الشيك ويتحصل على الاستغناء الخاص بناصر منسي ويعلن صفقة ناصر منسي اللي من المنتظر إعلانها النهاردة أو بكرة بالتحديد. ويمكن الأستاذ مرتضى منصور بنفسه قال امبارح في قناة الزمالك ان من الوارد ان احنا نعلن عن صفقة المهاجم ووصفه بمهاجم متميز. هل ناصر منسي مهاجم متميز؟ بكل تأكيد مهاجم متميز ومهاجم موهوب وهيشكل إضافة، ولكن 20 مليون جنيه في ناصر منسي لوحده زائد أسامة فيصل اللي بالنسبة لك موهبة واللي بالنسبة لك مستقبل واللي بالنسبة لك خد الخبرة مع الزمالك لما شارك واداله الفرصة باتريس كالتيرون وانت كنت مطلعه على سبيل الاعاره بيع وبيع نهائي. انا ضد هذا الامر. تجديد الاعاره لحمدي علاء عشان ما فيش فرصه انه يلعب مع الزمالك انا ممكن ايدك فيها، لكن بيع نهائي الموهبه من مواهب الزمالك اللي انا بقول لك هتتالق مع البنك الاهلي وهيبقى سعره ملايين الملايين وهتيجي في يوم من الايام تقول انا محتاج اسامه فيصل وترجع تشتريه وتدفع فيه بدل ال 20 مليون تدفع 30 و35 مليون جنيه، فانت خاسر ضمنيا في هذه الصفقه. طيب موضوع عبد الله السعيد وصفقه عبد الله السعيد واخر التطورات في موضوع عبد الله السعيد. اتكلمنا قبل كده عن موضوع عبد الله السعيد وشرحنا واكدنا ان عبد الله السعيد رغبته هي الانضمام للزمالك لدرجه ان اللاعب زهق، طلع في تصريحات اعلاميه وقال لك يا جماعه بالبلد كده البيراميدز سيبوني اروح الزمالك، انتوا اتاهلتوا الكاس او نهائي كاس مصر مبروك عليكم، اتأهلتم وكسبتوا من الزمالك مبروك عليكم، انا رغبتي اروح الزمالك وقالها اكتر من مره. ولكن القيمه يعني هناك عائقين بيمنعوا نادي الزمالك من اتمام الصفقه، مع ان هناك محاولات مستمره ومستميته من اداره الزمالك لحسم صفقه عبد الله السعيد. العائقين بيتمثلا في الاتي: المشكله الاولى هي تمسك مالكي او ملاك نادي بيراميدز بعبد الله السعيد كونه احد او اهم عناصر الفريق لكونه قائد الفريق. رقم 2 القيمه الماليه الكبيره اللي مطلوبه لرحيل عبد الله السعيد، وما علمت ان بيراميدز طالب 5
25 مليون جنيه لبيع عبد الله السعيد لنادي الزمالك، والزمالك بيحاول يقلل العرض بشكل كبير، خاصة ان عبد الله السعيد وقع للزمالك وتم الاتفاق على كل مستحقاته المالية. ولكن الزمالك حاطط سيناريو اخر وسيناريو بديل بالنسبة لصفقة عبد الله السعيد. الزمالك بالفعل بدأ ان هو يدخل في مفاوضات مع مسؤولي فيوتشر للحصول على خدمات ناصر ماهر. ناصر ماهر الزمالك قبل كده تواصل بشكل شخصي مع ناصر ماهر ومع وكيل ناصر ماهر، وناصر ماهر أبدى موافقة ولم يبدي أي موانع في تمثيل القلعة البيضاء. الزمالك بيحاول برضه مع إدارة فيوتشر تبقى صفقة بديلة لصفقة عبد الله السعيد. هتسألني عبد الله السعيد إضافة، لكن ناصر منسي مستقبل مستقبل مستقبل، خصوصا انك انت محتاج لاعب بيجيد اللعب في مركز رقم 10 او حتى مركز رقم 8، يقدر ناصر ماهر يلعب في الناحيتين. بالنسبة لصفقة أحمد القندوسي مهاجم وفاق سطيف الجزائري، انفردنا بأول تعليق أو أول تصريح لرئيس نادي وفاق سطيف اللي هو الأستاذ عبد الحكيم سرار، اللي قال ما وصلناش عرض رسمي من نادي الزمالك. الكلام ده كان من أسبوع، ولكن الزمالك بالفعل بدأ ان هو يتواصل مع إدارة وفاق سطيف للحديث عن صفقة القندوسي، ولكن المتطلبات المالية الكبيرة في صفقة القندوسي حتى الآن تعوق إتمام الصفقة. وفاق سطيف طالب 1,500,000 دولار، 1,500,000 دولار مقابل التخلي عن القندوسي. الزمالك بيحاول يقلل الصفقة بشكل كبير. الزمالك في الاول كان عارض 600,000 دولار، يعني تقريبا ضعف المبلغ طالبه وفاق سطيف. والدليل على الصفقه دي والدليل على فشل صفقه جون إيبوكا هو حديث المستشار مرتضى منصور عندما وجه لوم وعتاب كبير الى صفحات السوشيال ميديا التي تتحدث عن الصفقات وبالبلد كده بتعمل تسويق، فالنادي بيطلب بدل الضعف ضعفين وثلاثه. دي بالنسبة لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بصفقات نادي الزمالك. وخلاص احنا بيفصلنا أقل من أسبوع على غلق باب الانتقالات الشتوية. طيب